الفنان أحمد خميس الذي تحول من الشعر إلى التمثيل، صاحب أعظم قصة حب رومانسية، وكان السبب في إسلام سيدة ألمانية والدها وزير الصناعة ووالد أعظم عالمة مصرية. الفنان أحمد خميس هو أكبر شاعر مصري عربي اتحارب حرب شديدة، غنى له كبار المطربين، وأسلمت على يديه سيدة ألمانية بنت وزير الصناعة. أحمد خميس فنان متدين جدا جدا، حرص في أعماله الفنية على عدم الملامسة ولا البوس ولا القبلات ولا الأحضان. مثل دور في فيلم الأيدي الناعمة، كان طالع جوز الفنانة ليلى طاهر اللي طالعة بنت الفنان أحمد مظهر في فيلم الأيدي الناعمة، دور الراجل العصامي المهندس الميكانيكي اللي بيشتغل بإيديه صاحب المصانع. الفنان أحمد خميس من أرقى وأرق نجوم السينما المصرية. ولد الفنان أحمد خميس في 13 يناير 1925، كانت قعدته دايما في الأوساط الفنية والأدبية، وتوفى في 12 أكتوبر 2008 عن عمر 83 سنة. كان يمتلك وجه جميل وتقاطيع جميلة وصوت جميل وهادي ونبرات عميقة، وبطل من أبطال الشعر والتمثيل. اتولد الفنان أحمد خميس في درب سعادة في السيدة زينب، وأبوه كان أكبر تاجر من التجار الموجودين في الموسيقى، يعني فلوس ومحلات وغنى. الفنان أحمد خميس مثقف جدا وشاعر من الدرجة الأولى. والدته من أصول تركية، وله أخين غيره. كان في طفولته بيميل إلى العزلة والانطواء، ويحب يقعد لوحده ويسرح، يشوف المظاهر الطبيعية الجميلة ويتأمل فيه. وكل ده لفت نظر أخوه الكبير عبد الله المثقف جدا اللي عنده مكتبة. أبوه كان عامل لهم مكتبة في الدور الأرضي فيها آلاف مؤلفة من الكتب، الأدب والشعر والثقافة في كل مجالات الحياة. كانت بتضم جميع الكتب الموجودة في مصر، مفيش كتاب موجود في مصر إلا تلاقيه موجود في مكتبة عبد الله. كان عبد الله أخوه الكبير بيفتح له باب المكتبة يربطه بجو الكتاب والكتب. كان عبد الله طول ما هو قاعد بيقرأ يرمي على أخوه أحمد بعض الأسماء، العلماء والشعراء والأدباء والكتاب، كي تركز في دماغ أحمد هذه الأسماء. بالفعل بدأ أحمد إن هو يدخل على مجال القراءة، ودخل التعليم وكبر، بقى يقرأ في أمهات الكتب، دواوين الشعر للمتنبي وأبي العلاء المعري وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وعلي طه ومحمود سامي البارودي. وبعد حصوله على الشهادة الابتدائية وبعد وفاة والده، مسك أخوه الكبير عبد الله تجارة أبوه، تولى تربيته هو وأخوه. عبد الله كان راجل صعب جدا وصلب كمان، ومع كل ده طيب جدا وصالح جدا. بدأ بعد المرحلة الابتدائية أحمد خميس يدخل المرحلة الثانوية، وبدأت عليه المواهب الشعر، وبقى يقدم في الإذاعة المدرسية، وكمان يكتب أشعار. أخوه عبد الله أخوه الكبير بيشجعه ويقول له أنت هتبقى من أهم الشعراء والأدباء في مصر والوطن العربي. بقى يرسل الشعر اللي بيكتبه للجرايد والمجلات. أمنوا بموهبته لأنها غير عادية، بقى في تنافس من المجلات والجرايد على نشر كتاباته الشعرية في الصفحات الأولى من المجلات والجرايد. كلهم يقدموا شاعر جديد ووجه جديد، وكمان كانوا بيبعتوا له المندوبين عشان يعملوا معاه لقاءات شعرية. سنة 1946 حصل على دبلوم الفنون والصناع، دبلوم صنايعي يعني. وجات الصدفة عند لقائه بالشاعر الكبير علي محمود طه، هو الشاعر اللي كان مفضل ليه. قابله في محل بقالة سيدة زينب، عرفه بنفسه وقال له أنا معجب بالشعر بتاعك جدا. قال له خلاص تعالى معانا الصالون الأدبي في شقتي في وسط البلد، احنا بنعمل قعدة كل خميس. لما دخل على الصالون الأدبي في بيت الشاعر الكبير علي محمود طه، لقى موجود الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وسليمان بك نجيب والكاتب الصحفي الكبير محمد التبعي والمطربة لورد كاش. وقتها كان هيحصل لأحمد خميس حالة إغماء، وبص كده وهو في حالة ذهول. قعد وألقى الشعر عليهم، ولما سمعوه وجه إليه سليمان بك نجيب وقال له في مكتبة إذاعة البي بي سي لندن بتعمل مكتب هنا في مصر، أنا عايزك في تأسيس القسم العربي فيها، بس هنعمل لك اختبار صغير. نجح الفنان أحمد خميس في الاختبار، كان معاه الكاتب الكبير عز الدين عيسى ومعاه الفنان الكبير محمود مرسي، وألحقه بالإذاعة المصرية. راح عمل الاختبار مع فطاحل الإذاعة، لأن أحمد خميس كان بيجيد قواعد اللغة العربية، وده اللي اكتشفوه في إجادته للغة العربية. كمان كان عنده موهبة الإلقاء، وكان واضح ده من مخارج حروفه. عينه في القسم العربي في الإذاعة، فكروا في إنشاء إذاعة محلية في الإسكندرية، واختاروا أحمد خميس وحافظ عبد الوهاب، اللي أعطى اسمه للفنان العندليب عبد الحليم حافظ. كان كمان معاهم سعيد أبو سعد. في 20 يوليو 1954 أول واحد كان بيقول هنا إذاعة الإسكندرية، وقعد فترة كبيرة في اسكندرية. عمل برنامج اسمه أدب الشاطئ، لدرجة إن كان بيطلع على الشاطئ يدور على المواهب في الأدب والشعر. في نهاية 1954 رجع القاهرة، راح قعد في الصالون الثقافي وقابل هناك محمد عبد الوهاب، اللي قال له أنا عايز منك قصيدة أغنيها. أعطاه قصيدة الروابي الخضر. يا ليالي الشرق عادت أشواق الغناء كسرت الدنيا. هذه الأغنية عملت رواج كبير جدا، لدرجة إن الإذاعي الكبير وجدي الحكيم اشتق اسمه برنامج ليه من هذه القصيدة الروابي الخضر. عمل برنامج اسمه ليالي الشرق، كان بيقدمه في صوت العرب في الإذاعة المصرية. وطبعا الفنان محمد عبد الوهاب كان من فطاحل الغناء في مصر. وبعد غناء عبد الوهاب ليه هذه القصيدة تعرف
بطريقة غير عادية، وعرفوا الموسيقار فريد الأطرش. نفس السنة في 20 أكتوبر قال له أنت لازم تكتب لي أغنية مناسبة عيد الجلاء، كانوا مصر لقد راح ليل العبيد فقالوا مصر هي البناء الجديد، وغنت له لورد كاش وفتحية أحمد ونجاة علي. المطرب الكبير نجيب السراج غنى له المطرب السوداني أحمد عبد القادر، عمل له قصيدة إلى الحسناء السودان والقرنفل، وعمل قصايد كتير. سنة 1957 عرف على واحد اسمه الدكتور أحمد موسى، أستاذ جامعي وده فنان تشكيلي كمان ودارس في ألمانيا، كان ماسك المستشار المصري في بون، اشتغل من 62 ل 64، كان له نشاط ثقافي في ألمانيا كبير جدا. اتعرف وقتها على بنت وزير الصناعة ألمانيا وحصل بينهم قصة حب اسمها دوريسي، وكان الدكتور أحمد موسى أول واحد عمل مسجد في هامبورج في ألمانيا. حصل بين الدكتور أحمد موسى ودورسي قصة حب وعاشت معاه في القاهرة، رجعوا سكنوا في المعادي. وكان الدكتور أحمد موسى بيعمل صالون ثقافي، قابل أحمد خميس وقال له تعالى عندي فيه نخبة من المثقفين والأدباء بنعمل صالون ثقافة عندي في البيت. راح عنده الفنان أحمد خميس، حصلت بينهم صداقة بين الدكتور أحمد موسى ومراته دوريس، بقوا الثلاثة أصدقاء جدا بيتكلموا في الفن والشعر والثقافة. ساب أحمد خميس الفن والثقافة، قعد يكلمها عن الدين الإسلامي وكلمها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت بتستغرب قوي، بتقول له معقولة الحاجات دي اللي بيعملها رسول الله حقيقية؟ يقول لها اه. تقول له ان في شخص بالأخلاق دي؟ يقول لها اه، أعظم من كده كمان. في يوم صحيت الست دوريس وقت أذان الفجر، صحت جوزها وقالت له لازم تكلم لي أحمد خميس دلوقتي. قالت لجوزها أنا عايزة أروح أشهر إسلامي. قال لها دلوقتي. وكلموا أحمد خميس وبسرعة استجاب وراح لها. كان الوقت 6 صباحا، واتصلوا بشيخ الأزهر وأشهرت إسلامها سنة 1958، سمت نفسها درية. ثم انقطع أحمد خميس عن الصالون الثقافي، انشغل بقى الإذاعة والتلفزيون. في مرة أحمد خميس راح يسأل على صديقه الدكتور أحمد موسى، لها انتقل لمكان آخر للإقامة. جه الفنان أحمد خميس اتعين في التلفزيون المصري معد برامج ثقافية، ودخلت عليه بنت تساعده في إعداد البرامج، تعرف عليها كان اسمها ليلى. عملوا مجموعة برامج وحصل بينهم قصة حب كبيرة. سألها عن والدها، ردت وقالت له أستاذ جامعي. عرف إن أسرتها أسرة مثقفة، وبعد ما عاش معاها قصة الحب طلب منها إن هو يقابل والدها. أخذ العنوان وراح له. أول ما دخل لقى الدكتور أحمد موسى ومراته مدام درية اللي أسلمت على إيد أحمد خميس. وقف مذهول وقال لها إزاي ما تقوليش؟ قال له الدكتور أحمد موسى ومدام درية إحنا عارفين، هي حكينا على كل حاجة، كنا مستنيينك تيجي. حصل الوفاء والود والجواز، وجاب منها بنت واحدة سماها رندا، واتجوزوا سنة 1961. ورندا بقت دكتورة رندا أحمد خميس، أشهر عالمة عايشة بره مصر، وهي من مواليد 62. سنة 1965 ابتدى بقى أحمد خميس للعمل بالقسم العربي بألمانيا الشرقية، وخد مراته وبنته وقعدوا هناك من 68 ل 67، وحصلت النكسة. وكان أحمد خميس بيشعر بالمرارة، وقرر العودة سنة 1968. اشتغل في الإذاعة حتى وصوله إلى منصب مدير عام الإذاعة المصرية. سنة 1970 رشح للعمل في إذاعة كولونيا في القسم العربي، وأخذ مراته وبنته وقعد هناك من 3 سنوات من 70 ل 73. حصلت انتصارات أكتوبر وجه مصر، وعمل قصيدة وسماها هنا القاهرة. وبعد قصيدة هنا القاهرة جذبته السينما للعمل فيها. عمل في فيلم عنتر بن شداد مع فريد شوقي وكوكا، طالع أخو كوكا. الفيلم ده كان سنة 1961. رسالة إلى الله، وفاء للأبد، والأيدي الناعمة، والشيطان الصغير، وأنا وهو وهي، والعائلة الكريمة، والرجال تتزوج الجميلات. عمل الفنان أحمد خميس 190 عمل فني، آخرها أنت عمري، مع الفنان هاني سلامة والفنانة نيلي كريم. كان قايم بدور الدكتور علي عبد الحميد، واشتغل في المسلسلات الدينية، علق على الأفلام التسجيلية، الأفلام الوثائقية في التلفزيون المصري. جهله الوسط الثقافي انهم كانوا خايفين من المنافسه بينه وبينهم. ترك الفنان احمد خميس الاف القصائد الدينيه والاجتماعيه ليرحل عن دنيانا في 12 اكتوبر 2008 عن عمر 83 سنه. ربنا يرحمه ويتغمده بكامل الرحمه والمغفرة.